فراسكم الفضيحه اللي دار عبد المجيد تبون، فراسكم الفضيحه اللي قال عبد المجيد تبون في الامم المتحده، فراسكم بانه باغي ينشف البحر الابيض المتوسط، فراسكم بان ما بيننا وبين اوروبا غادي يولي بنادم يمشي على رجله. الا ما كانش في خباركم هذا الشيء كامل نخليو لكم اش قال عبد المجيد تبون في الامم المتحده. ولكن سمعوا بن سدير الشيء يقول على مليار و300 مليون ديال تحليات مياه البحر. لانه ما يقوله تبون، اسمعوا واش راه يقول مسكين، يحوس البحر ينشفوا، البحر الابيض المتوسط يحوس ينشفوا، تولي الناس تروح تمشي لمارسي، معناتها واحد يخرج من زيرالدا يروح يمشي ابي. عبد المجيد تبون امام الجمعيه العامه بدا كيهلوس، كان داير الفضيحه عند الكابرانه وفي الزريبه الجزائر، ما سمعوا حد تيديرها قدام التلفزيون الجزائري، وداك الشيء تيدور غير تما. السيد خرج وبدا كيهلوس. انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس اللي كيكتبوا ليه ولا ملي كيبقى يدير تما بقى يخربق في الخطاب ديالو، بدا كيخربق. اللحظه تنسمعوا بان الجزائر في اواخر 2000 ان بلادي في 2024 غادي دير التحليه ديال مياه البحر مليار و300 مليون. بغيتو تعرفوا اكثر بقاو معنا. هذا هشام خضري، هذه قناتي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك. المغرب اولا ولا غالب الا الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم ندافع عنك يا هذا الوطن. تذكر دائما وين يخاطر غفش. اذا عبد المجيد تبون في الهولسات ديال الجمعيه العامه قال بفصيح العباره بان بلاده في حدود او اواخر 2024 ستتمكن من تحليه، او بدايه 2024 ستتمكن من تحليه مياه البحر ليصل العدد ديال الامتار المكعبه الى مليار و300 مليون متر مكعب. بدينا كنقلبوا كنشوفوا التحليه ديال مياه البحر عبر العالم شحال كاينه. غادي نخلي لكم قول ويجاوب عبد المجيد تبون. 400 المحيط ينشف، ومن بعد الكره الارضيه كلها تنشف، لانه تبون راهو يحلي في الماء يولي حلو، ونديروه في القرع ونبيعوه مليار و300 متر مكعب في النهار. يعني كي تسمع كلام كما هذا والتعليق تاع المراه كيضحكوا علينا وكذا تكفر وتقول انا خلاص روح نخبطها باللاقمي ونسكر نولي حلوف، ونروح نجيب حلوف صغير مش كبير نقطعه ونشويه وناكلو ونشرب الروج، نشرب الويسكي والروج وناكل الحلوف ونشرب كذا ونجوز بالزطله والحلوف والويسكي وكذا. انا راح لجهنم، تقول لك راح لجهنم، وبعد تفكر واحد يقول لك لا تخافش كل حلوف دير واش تحب كذا راك راح للجنه. وعلاه؟ اسمع واحد قال لك راكم رايحين للجنه. الجزائر كلهم هم من اهل الجنه، لان الشهيد يشفع في 70 رجل من اهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثوره التحرير. اذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه اكثر من 100 مليون. اذا الجزائري يدخل. كنعرفوا في العالم بان التحليات اكبر دوله كدير التحليه ديال مياه البحر هي السعوديه، 7 كذا ديال المليون، كتجي موراها امريكان 6 كذا مليون متر مكعب. عبد المجيد تبون جا مره واحده بغى ينشف البحر، غادي تولي لنا الجبال ديال الهيمالايا ديال الملح، غتولي لنا. شوف انا والله ما فهمت شي حاجه. انا بيني وبينكم هاد الكابران ديال الجزائر الا بقيتو كتفهموا شي حاجه معاهم انا ما بقيت كنفهم معاهم حتى شي حاجه. قال لك الا ما ضحكتيش فاعلم ان عبد المجيد تبون ضحك مع راسك وتفتع وعرف الله مع من حشرنا في الجوار. الهولسه ديال عبد المجيد تبون في الجمعيه العامه، كلمات ديال عبد المجيد تبون حتى الشينوا خافوا ان البحر ينشف، اوروبيين خافوا البحر ينشف، الافارقه كذلك، والعالم كله خاف ان عبد المجيد تبون ينشف البحر. كارثه هذه، كارثه بيني وبينكم. مجيد تبون جلس تاعيا وبغى ينشف البحر. مليار صاحبي و300 مليون ديال وتنقص في خلات. نقصوا لي من داكشي اللي كتعطيوها الكبران، نقصوا لي من داكشي اللي كتعطيو. السيد راه زاد فيه شويه، تاع عبد المجيد تبون هادشي راه بزاف المعلم، نقص شويه اصاحبي. وباص والله العظيم الا باص بالله. ولكن تنتظر من الكبرانه والزريبه وحكام ديال تنتظر من الكراغي، ما تنتظر منهم. المهم بانت لي ما بانتليش، بانت لي بانه بغى ينشف البحر وغادي يدوز البحر الابيض المتوسط، وغادي يعني العالم غادي يعاني مع المجيد تبون. حتى لهنا عرفوا بان الفيديو انتهى. خوتي المغاربه الله يعاونكم. المهم في انتظار ان ينشف البحر ديال البحر الابيض المتوسط نرجع لكم فيديو جديد. الله يعاونكم الخوت.